السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللي اول مرة يشوفني، معاكم مطبخ ام فهد. هنعمل مع بعض صنف حلو، حاجة جميلة سريعة خفيفة، ما بتاخدش وقت ولا مجهود، مش مكلفة خالص. هنعمل مع بعض فطيرة بالسكر وبالحليب، ومحشية كده كاستر. حاجة جميلة وخفيفة وما بتاخدش معانا اي وقت ومش مكلفة. معانا كده حبايبي كوباية ونص من الحليب، نزلت عليهم معلقتين سكر ومعلقتين كاستر وقلبتهم على البارد كده، بعدين رفعتهم على النار. هنبتدي نقلب فيهم كده علشان خاطر ما يكلكعش معانا لحد زي ما انتم شايفين كده حبايبي. آه، ما مسك معانا كده الكاستر ما شاء الله جميله. هنا بقى معانا صينيه دهنتها زيت، والبوله اللي معايا دي نص كوبايه حليب على ربع كوبايه زيت. هاتم بيها بقى ايه، هورق بيها القلاش بين الورقه والورقه، انزل بالفرشه كده بالخليط اللي انا عاملاه ده حليب، عشان خاطر يخلي الفطيره معانا طريه، عشان ده قلاش عشان يبقى طري كده وهش وجميل. وبالزيت مادة دهنية. هنبتدي بقى نحط كده، انا معايا مثلا الورقة، ورقة القلاش فيها 10 ورقات، بنحط 5 تحت و5 فوق زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. نزلت كده ورقتين 3 في النص عشان خاطر هنزل عليه بالكاستر اللي انا عاملاه، كنت تركاه لما برد عشان خاطر مينفعش انزل بيه وهو ساخن. وهبتدي برضو انزل بورقتين كده على الكاستر عشان خاطر ايه، لما يجي يطيب ما يطلعش من الجناب. اهم حاجه اغلفه كويس عشان خاطر اما تطيب الفطيره ما تطلعش من الجناب. وهبتدي برضو بين الرقه وبالرقه انزل بالخليط اللي انا عاملاه اللي هو اللبن على الزيت. اعوز ورقه ورقه كده، وابتدي بقى ان انا الم كده الورق اللي في الجناب ده زي ما انتم شايفين كده حبايبي. الخطوه دي مهمه جدا. معانا لسه ورقتين 3 بقى سايباهم عشان خاطر اخلي ايه الفينش بتاع الصينيه في الاخر مظبوط. بجيب كده وبنزل كده بجناب الفطيرة بغلفها كويس زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، عشان تبقى منظر الفطيرة كويس. دي اخر ورقة معايا، وبين الورقة والورقة برضو بنزل بالخليط. هنا فاضلين شوية حليب معايا، رحت نازلة بيهم عشان تبقى معايا طرية كده ومتبقاش ناشفة اي حاجة. فكده دخلتها الفرن على درجة حرارة 180، ما خدتش معايا 10 دقايق، خدت اللون اللي شايفينه ده ما شاء الله. دي كوباية حليب، نزلت بيها كده وهي سخنة، وكوباية الحليب دافية نزلت بيها على الفطيرة عشان الفطيرة تشرب من الحليب وتطرى وتبقى جميلة كده. وده مع سكر بودر نزلت بيه كده برضو، والحليب دافي والفطيرة سخنة عشان تشرب من السكر. ما شاء الله تحفة، ريحتها تحفة. هي بقى هنا يعني تسيبها تبرد شويه بس عشان خاطر المفروض ان الكاستر ايه يبقى ماسك كده فيها. بس مش مشكله، هي ما الولاد ما خلوش فيها حاجه، بالالف هنا وشفا، ما قعدتش، ما كانوش صابرين ان انا اسيبها تبرد شويه. ما شاء الله حاجه جميله وسهله، وكان طعمها ما شاء الله تبارك الرحمن تحفه. اعملوها حبايبي جربوها، هتدعوا لي بامانه. ما تنسوش حبايبي بقى تدعوا لي دعوه حلوه كده. آه، وما تنسوش حبايبي تدعموني بلايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.